سلسلة من جرائم قتل بتحصل فجأة لأعضاء هيئة المحلفين اللي تم اختيارهم في محاكمة شخص متهم بالقتل، وده بيكون الخط الزمني الأول من الأحداث. أما الخط التاني فبيكون في الماضي لأطفال في ملجأ بيتم معاملتهم معاملة سيئة جدا. فيا ترى إيه علاقة الخط الزمني الأول بالتاني وإيه حكايتهم؟ بلايند هو من المسلسلات اللي مش واخدة شهرة عالية رغم انه مليان بالغموض والتشويق اللي بيزيدوا مع كل حلقة، واللي هيخلي المسلسل تجربة مميزة هو لما تعرف ان الكاتب استوحى فكرة الأطفال اللي في الملجأ من قصة حقيقية عن ملجأ تم اكتشافه بعد وقت طويل ان أصحابه بيقوموا باستغلال الأطفال ومعاملتهم بقسوة. المسلسل مكون من 16 حلقة من أوله لآخره، كل حلقة ما بتخلاش من الإثارة والتساؤلات، والسيناريوهات اللي هتحاول تعملها مع مرور الحلقات هتزيد مش هتقل. وزي أغلب مسلسلات الجرائم الكورية بيظهر فيه مشاهد من الجرائم القتل ممكن تكون مؤذية لبعض الناس، لكن مفهوش أي مشاهد up to 18. فلو عايز عمل مشوق تشوفه مع أصحابك أو في واتش بارتي ده هيكون اختيارك المثالي. كمان لو انت من عشاق الأعمال اللي بتحكي عن خطين زمنيين فبنرشح لك حلقتنا Frequency، أو لو كنت بتحب الجرعة عالية من الغموض فبنرشح لك حلقة Forgotten، والاتنين هتلاقي لينكاتهم تحت الفيديو في ترشيحات Behind. معايا أنا دعاء إبراهيم. لايك وشير وسبسكرايب علشان تتابع كل جديدنا.